هي أول زيارة لوزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس منذ وصول الاشتراكيين إلى الحكم في فرنسا والإسلاميين في المغرب. تغيرت الحكومات لكن الهواجس بين البلدين لم تتغير. خلال اجتماع وزيري الداخلية غاب كل شيء وحضر الأمن والهجرة ومكافحة المخدرات. لنا مع المغرب مصالح مشتركة ووجهات نظر مشتركة في عدد من المجالات، على رأسها محاربة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات. زيارة المسؤول الفرنسي تأتي أياما بعد تصريح لوزير الخارجية المغربي أمام البرلمان عبر فيها عن رفض المملكة للعب دور الشرطي لأوروبا. نحن لسنا دركيين لأحد ولا نريد لأحد أن يكون دركيا لنا. نحن نتحدث في سياق التعاون للحد من الأنشطة السرية وعمليات التهريب. كل الأطراف تقوم بدورها والمغرب سيستمر في القيام بدوره. ويكتسي التنسيق الأمني بين المغرب وفرنسا طابعا استراتيجيا نظرا للعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين، إذ أن فرنسا أول مستثمر في المغرب وفيها أكبر جالية مغربية في الخارج. ملفات كثيرة حملها وزير الداخلية الفرنسي معه إلى الرباط، على رأسها التنسيق الأمني في مجالات الهجرة غير القانونية والاتجار الدولي في المخدرات، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء بعد التطورات الأخيرة في شمال مالي وتنامي المخاوف الدولية من خروج الوضع عن السيطرة.